ازيك؟ لو نفسك تحسن مستواك في الشطرنج يبقى لازم تشتغل على خيالك، على مهارة التصور الذهني. التمرين ده معمول عشان يدربك على حاجة واحدة بس، انك تتخيل الموقف على البورد بعد كذا نقلة لقدام، نقلة ل7 نقلات، وتثبت الشكل ده في دماغك، وبعدها تشوف هل في كشمات او في نقلة قوية بعد كده. مش الهدف انك تحفظ او انك تكون سريع وخلاص، الهدف انك تخلي خيالك في الشطرنج يبقى اوضح واقوى. ازاي تبدأ؟ تبدأ بحاجة سهلة، بنتخيل نقلة واحدة بعدين نقلتين وهكذا لحد 7 نقلات. كل أسبوع بنزود الصعوبة شوية، كل ما تخيلك بيكون قوي بتعرف تحسب أسرع وتفهم المواقف في دماغك من غير ما تلف كتير، حتى لو على بوردة حقيقية تحت ضغط الوقت. طيب، التمرين ده محتاج هدوء وشوية انضباط، مناسب لمين؟ لأي حد تصنيفه أقل من 2000 دولي أو حاسس إن هو بيضيع وسط الحساب. هتستفيد زي ما أنا استفدت من الموسوعة دي كتير جدا. لو بتلعب شطرنج بتتلخبط في نقلات كتير، ابدأ التمرين ده ودرب خيالك معايا، لأن أقوى نقلة هي اللي بتشوفها بعينك قبل ما تحط إيدك وتلمسها على البورد. أنت هنا هتلعب بالقطعة السوداء، وأنا هكتب لك نقلتين هتتخيلهم في دماغك وبعدين تحسب الموقف. الأسود عليه اللعب، واللاعب الأسود لعب روك C8، واللاعب الأبيض لعب كينج على ال F2. يبقى إذا الأسود لعب روك على C8 والأبيض لعب كينج على ال F2. حاول إنك تلاقي أفضل تكملة بالنسبة للاعب الأسود بعد روك على C8 كينج على ال F2. توقف الفيديو لمدة دقيقة أو الوقت اللي يناسبك، يعني أنت مش بازل لازم تحله في 10 ثواني ولا غيره، وبناء عليه هتحاول تشوف ايه الافضليه اللي انت هتحصل عليها بعد نقل كينج على F2، او ايه هي افضل تكمله. وقفت الفيديو، تمام. خلينا نشوف ايه هي احسن تكمله. روك على C8 انا بقول له عايز اكسر ارخاخ، ابسط البوزيشن. هو هنا لعب كينج على ال F2. ايه هي افضل تكمله في بوزيشن زي ده؟ تأكيد روك تيكس على C3، بيشوب تيكس على C3، بيشوب في E3. ده الموقف اللي كان معانا. بعد كده هنشوف مواقف أصعب، وهنحاول إننا نقوي مهارة التخيل من خلال المواقف دي.